معكم زينب فاسيكي. كما كتعرفوا حنا المغاربه كبرنا في الظلام، واليوم غادي نشعلوا الضوء على التربيه الجنسيه اللي ما قراوناش. الموضوع ديال هذه الحلقه هما الامراض المنقوله جنسيا. معنا الدكتور انس النجاري، جينيكولوج. شعل الضوء. ديما كنسمعوا في هذا الموضوع غير على السيده، عطينا شي امراض اخرى اللي منقوله جنسيا من غيره. ما كاينش غير السيده، كاين تقريبا واحد 30 مرض اللي كيتنقل جنسيا، وكاين 8 منهم اللي يمكن كنسمعوا عليهم بزاف. 4 ديال لي زانفيكسيون بكتيريين، يعني بكتيريات هما اللي كيعطيو الامراض هذه، و4 ديال لي فيروس. هاد لي فيروس كاين مثلا لو في اش، كاين ليباتيت، ليربيس والبابيلوما فيروس، لاش بي في. وشنو الفرق بين ام اس تي و اي اس تي، حيت كنسمعهم دائما بجوج؟ الفرق ما بين ام اس تي و اي اس تي هو انه الام اس تي هي فاش كيبانوا الاعراض عند الشخص المصاب بالعدوى. لي زي اس تي هو فاش كيكون الانسان بورتور ديال واحد الميكرو اورغانيزم ولكن ما كيبانوش فيه الاعراض. كاين شي اسطورات اللي كنسمعوا عليهم انه الا سلمت على شي واحد فيه ام اس تي غيعاديك، ولا كاين اللي كيتزاد به، ولا كاين شي طرق اخرى ديال التنقل؟ هذا سي ان ميت. كاين لي بكتيري اللي كيعيشوا في ان ميليو اوميد، يعني ما غاديش يديفلوباو غير في العضو التناسلي. كاين الامراض الفيروسيه مثلا الفي اش ولا ليباتيت اللي كيتنقلوا عبر لي كونتاكت مع افيك لو سون، يا اما كتستعمل واحد الاداه حاده ديال شي مريض عنده مرض معدي جنسيا، ولا عن طريق العلاقات الجنسيه، لان في العلاقات الجنسيه كيكون الاحتكاك ما بين الاعضاء التناسليه، ما تيكونش جروح ولكن هذوك الجروح تيكونوا ميكروسكوبيك، كيكون واحد الالتقاء ما بين الدم ديال بارتنير، وهادشي اللي كيخلي انتقال العدوى. اما تسلم على شي واحد وتمرض، هذه راه ما كايناش. بغينا نعرفوا اكثر على لي سيمبتوم ديال المريض اللي عنده ام اس تي ولا اي اس تي. واش بصح كاين اللي عنده لي سنوات وما فراسوش؟ وشنو هي الطريقه باش نعرفوا قبل؟ لي بكتيريين في الغالب الاعراض كيبانوا دغيا، يعني اما كتكون حريق البوله، ولا كيكونوا افرازات كتكون فيهم واحد الرائحه كريهه، ولا كيكون حريق في البطن. الفيروس ما كيعطيش دي سيمبتوم غابيدمون. الانسان تيكون عنده الفيروس ولكن ما كيديفلوبيش لي سيمبتوم بعد واحد 5 سنين ولا 10 سنين. حتى ل 10 سنين. بالنسبه للامراض الفيروسيه نقدروا نذكروا مثلا لاش بي في. الطريقه باش كيبان هو انه تيبانوا كنسميوه بالدارجه التلال، كيبانوا في الاعضاء الجنسيه. هو ماشي خطير عند الرجل، ولكن عند السيده الا تصابت بالفيروس ابخي واحد المده يقدر يبان فيها سرطان ديال عنق الرحم. هنا غادي نشدوا الضروره ديال لو ديبيستاج ولا التشخيص المبكر. لو ديبيستاج ديال لو في اش كيدار فابور في جمعيه محاربه السيده، يعني لا سي اس. هذاك لو تيست رابيد كيدار غير باش نعرفوا واش كاين احتمال الاصابه بالفيروس، يعني ماشي تشخيص مبكر ولكن سي ان تيست دوريونطاسيون. خصو يدير لو ديبيستاج الا شك في انه يقدر يكون مصاب، ولكن خصو يتسنى على الاقل واحد شهر ونص من بعد اخر علاقه جنسيه اللي يشك فيها. اما بالنسبه لي بكتيري ففي الغالب ابخي واحد اون سيمين ولا 15 يوم تيبانوا الاعراض. المصاب بالام اس تي ولا الاي اس تي مثلا مشى رجع للدار وعارف راسو بلي راه فيه الام اس تي ولا الاي اس تي، ما يقدش يقولها لماما، ما يقدش يقولها واقيلا للبارتنير ديالو، صحابو، يقدر يخسر حتى الخدمه ديالو، ولا يقدر يخسر حياته كامله. كيفاش نكونوا حنا كاملين واحد السند ونحيدوا هاد الخرافه وهاد الكراهيه وهاد العدوان، لانهم محتاجين السند؟ زي اس تي ولا الام اس تي سي دي هما امراض بحال كاع الامراض، اي واحد يقدر يتصاب بهم، ما عنده لا علاقه لا بالميول الجنسي، واش فقير ولا غني، واش قاري ولا ما قاريش. يمكن لك تكون مجوج ولا في علاقه وعندك طبيعه الحال وتقدر تعيش معها بطريقه عاديه، يعني. وحتى هذه القضيه ديال انه لو فيت كون ستيغماتيز، يعني كنبدو الانسان اللي كيكون مريض كيخلي انه واخا يكون عنده ان كومبورتمون ا ريسك ما غاديش يمشي يقلب على راسو ولا يدير تشخيص، ولا ما عرفش راسو بانه راه مريض غادي يبقى ينقل العدوى في المجتمع. بالعكس نوقفوا معاه ونعاونوه ونخليوه انه يعيش في المجتمع بصفه عاديه. دكتور انس، فين واصلين دابا حنايا طبيا؟ واش كاين شي دواء، واش كاين شي طريقه ديال نحيدوا هاد الام اس تي والاي اس تي، ولا شي حاجه اللي يمكننا نعيشوا بها ونموتوا بها؟ الامراض البكتيريه هذوك عندهم الدواء ديالهم، كيزولوا كيحيدوهم زونتيبيوتيك 100%. كاين 100%. بالنسبه للفيروس لحد الساعه ما كاينش زعما واحد الدواء كيوراتيف، يعني كيداوي. كنحاولوا نقصوا لا شارج فيغال لواحد لو نيفو اللي يقدر الانسان يعيش بحال واحد الانسان عادي. حتى بالنسبه للنساء الحوامل فاش كنهبطوا لا شارج فيغال ديال الفيروس راه ما كتكونش اون ترانسميسيون ما بينها وما بين الجنين ديالها. بالنسبه للاش بي في وزاره الصحه راه دارت واحد البرنامج ديال التلقيح، سي ان فاكسان بحال لي فاكسان اللي كنديروا فاش كنكونوا صغار. دكتور، شنو هما النصائح ديالك للشباب والشابات اللي فرحانين عندهم دابا واحد الحياه الجنسيه بداوها؟ شنو هما جوج ثلاثه الحاجات اللي تقدر تقولها لهم؟ اول حاجه استعمال لا كابوت، هذه مهمه. العلاقه الجنسيه ماشي هي الوحيده اللي كتخلي العدوى. كاين يعني الادوات، المقص ديال بيان سور اي حاجه حاده، يعني لي سيغان بالنسبه للرجال الغازوار،
هادو كلهم خصهم يكونوا كما تنقولوا ادوات بيرسونيل. ثاني حاجه هو التشخيص المبكر. هادشي خصنا نتكلموا عليه اكثر، زعما ما يبقاش كيحس براسو حشومه ولا منبوذ، لانه غيجيبها في صحته وغيجيبها في صحه الاخرين. دكتور انس، هادنا تعلمنا معاك باللي الام اس تي ولا الاي اس تي هي امراض اللي نقدروا حنا كاملين نتعرضوا ليها، وبلي لي سيمبتوم واخا يبانوا عاديين بحال الحبوب التولاد راه يقدروا يكونوا كيشكلوا واحد السيمبتوم ديال الامراض منقوله جنسيا. الدواء كاين، خصنا نحيدوا الحشمه وما تنساوش راه احسن صديق ديالنا هو الكابوت. حتى نتوما الا بغيتوا تعاونونا باش نزيدوا نشعلوا الضوء في هذا الموضوع ما تنساوش تلايكيو وتبارطاجيو. غنعطيكم هاد لي ليان، هاد الكتوبه هادو باش تزيدوا تقراو على هذا الموضوع. وما نساوش الجنس زوين، نعيشوا الحياه ولكن المرض كاين، دونك نبقاو على بال. شعل الضوء.